حبس واحد الدقيقة. إلا قلت لك تخيل معايا قاتل متسلسل، شنو غادي تخيل معايا؟ غتقول لي شي مشرمل وباين فيه الشر، ولا شي مسطي هربان ليه الفريخ؟ ياك. دابا غنصدمك. السفاح اللي لهاد النهار كنت لاقيتيه غيبان ليك بحال شي أستاذ جميل، بنادم زوين وأنيق، هادئ ومثقف، مهووس بقراية الفلسفة وكتب الوعي، وكيقرا روايات كل نهار. وأكثر من هادشي، قتل أكثر من 100 واحد مع صاحبته، وكان كيقول باللي الجريمة هي أرقى أنواع الفن ومصدر ديال الجمال. واش هادو بشر ولا وحوش؟ معكم بلانات وقصص، بلاصه فين كنوجدوا الاسرار الكحله والبلانات الغامضه اللي دازت في هذا العالم كما ديما. اليوم غنعاود لكم على السفاح ما كانش كيقتل على قبل الفلوس ولا حيت معصب ولا باغي ينتقم. هاد خونا كان كيقتل على قبل بلان واحد، باغي يثبت الفكره ويكتب عليها روايه سميتها 100 جريمه كامله. كل فصل فيها دم حقيقي وبنادم كيتصفى عليه، والخطير انه كان كيكتب الجريمه كخطه في الورقه هي الاولى، ومن بعد كيطبقها بالحرف بحال شي مخرج كيعيش وسط الفيلم ديالو. قبل ما ندخلوا بالتفاصيل الصادمه، هبط دير لايك اشتراك وفعل الجرس، حيت كاع قصص وخا يتشابهوا الطريقه ديال البلانات وقصص بوحدها. كلشي غيبدا العام 1961 في واحد المصنع ديال الكيماويات في مدينه مانشستر بريطانيا. تما عينين ديال واحد خونا سميتو ايان غيتلاقى مع وحده في الخدمه سميتها ميرا. اللقاء ما كانش فيه داك الحب الرومانسي ديال الافلام، كان لقاء ديال العقول المريضه. ايان كان مراقب انتاج دقيق لدرجه انه فيه الوسواس. لقى خطا بسيط في واحد الستيكر، مشى يصحو الميرا. البنت بلاص ما تطلع عليها القبضه وتعصب سطات فيه داكشي ديال الافلام. بداو كيهضروا في الخدمه ومن بعد كبر البلان، كيهضروا على الفلسفه والكتوبه. ولكن ركز معايا مزيان، ورا هذا المظهر المثقف والانيق كان كاين واحد الوحوش ناعسه لداخل عند هاد الجوج. وحش كان محتاج غير الشريك المناسب باش يفيق ويهلك البشريه. وباش تفهم هاد الشر منين نبت، خاصنا نرجعوا للور ونفكوا الطفوله ديال ايان برايدي، وهنا غتبدا الصدمه. هاد خونا تولد عام 1938، زاد بلا ما يعرف شكون هو باه، وعاش مع امه بيجي اللي كانت خدام في واحد القهوه، وبسبب الفقر والظروف القاصحه حطات ولدها في دار الرعايه. من بعد تبنته عائله متدينه، اين كبر وسط منهم، ولكن عمر هو ما انسجم معهم. كان التواصل ديالو مع الناس زيرو. الصدمه فين كاينه هي ان امه الحقيقيه بقات سنين كترغب العائله غير تشوفه. ملي وصل 50 خلاوها تشوفه بشر، ما تقولوش باللي هي امه. بقاو هكا سنين، وكأيان كان كيبغي هاد السيده بزاف، لا ما يعرف شكون هي، حيت كانت وحده اللي كتحن فيه بس. وملي دار 14 عام، العائله ديالو عياو من تصرفاته وصارحوه بالصدمه. هذيك المره اللي كتجي عندك ديما راهي هي امك. بلاصه ما يفرح الدري تفرق عليه الدماغ، دخلت صدمه نفسيه حاده وتحول لواحد عنيف ومعصب. كان كيدير نوبات غضب كيضرب فيها خوتو وصحابو، حتى والديه اللي تبناوه بسلخهم. الاكثر من هادشي، ولا كيخرج الزنقه يشد المشاش والفراخ، اي حاجه شافها يديهم لبلايص خاويين وكيعذبهم ويقتل فيهم ببورة الدم. في العمر ديال 15 عام خرج من القرايه، وفي 16 عام سرق حانوت وتشب، ولكن ربي جاب ليه التيسير وسمحوه. تما خدا قرار يرجع يعيش مع الام ديالو الحقيقيه بيجي، وهنا غيبقى اغرب بلان في حياته. ام كانت مزوجه بواحد سميتو باتريك، وباش يتقبل هذا الراجل ام دارت كذبه كبرى. اتفقات مع باتريك يقول الايام باللي باتريك راه هو باه الحقيقي اللي كان مسافر وسير واش تسالي. ايان تاق بالبلان وعجبته الشخصيه ديال باه مزور، وتحول لشخص ملتزم كيمشي للكنيسه ويخدم مع باه، وكان كيقرا معاه الروايات البوليسيه. ولكن الحاجه الزوينه ما كتكملش. ملي وصل ايان ل 21 عام، باتريك عذبو ضمير ديالو وقرر يصارحو بالحقيقه، وقال لي انا ماشي باك الحقيقي، هادشي كامل كان غير كذبه. سمع هادي وصافي، هادي هي الاخرى. ايان ما تفرق عليه الفريخ ورجع كفس من اللي كان. خرج من الدار وبدا كيسرق ويسلخ بنادم في الزنقه، وتشد شحال من مره. وفي الحبس وقع العكس، تفرغ للصلاه والقرايه الكتب، وخرج قبل ما تسالي المده الحكم ديالو. رجع اعتذر من ام ديالو وتقيد في النقابات، حتى لقى خدمه في ذاك المصنع كيماويات فين تلاقى بميرا. دابا اجي نشوفوا الطرف الثاني ديال المعادله. ميرا زرت عام 1942، بوها كان بطل الحرب في الحرب العالميه الثانيه. يا ريتها ما تلاقات به، الراجل كان وحش وقاسي بزاف، والفقر كان واكلهم. بوها كان باغي ولد يهز سمية العائله، وملي زارت البنت كان كيعاملها خايب، وباش يرجعها بحال الدراري ولا كيعاملها كيفاش تضرب وتقاتل وتستعمل السلاح الابيض وهي عندها غير 8 سنين. واحد النهار رجعت كتبكي حيت ضربها واحد الدري في الزنقه. بوها هز الصمطه ديال الجلد وقال لها الا ما مشيتيش ضربتيه قدامي غنسلخك بهاد الصمطه. البنت مشات تقاتل مع الدري وضربها عاوتاني. رجعات وباها عاود ضربها وقال لها غتضربي ستاخدي حقك. وفعلا من بعد ايام ميرا هزات حجره كبيره وضربات داك الدري. رجعت للدار فرحانه، وباها احتفل بها وقال لها دابا عاد بنتي. شفتي البعد النفسي الخطير فين كاين؟ ميرا كانت كتاخد الحنان والعطف
ديال باها غير ملي كدير تصرف عنيف واجرامي، وهذا الغلط هو بيدو اللي غيتكرر من بعد مع ايان غدير اي حاجه على قبول الحب. ملي وصلت ل 13 عام فرضوا عليها حياه رهبانه في الكنيسه، وهذا التناقض بين العنف والعباده خلاها ترفض العاطفه ولات في لباسها وتصرفاتها اقرب للدراري. المهرب الوحيد ديالها كان هو قرايه الروايات والرعب والبوليسيه. وباش تفرغ لهذه المشاعر المتضاربه انضمت للنادي السري هي وصحابها، كانوا كيعذبوا الحيوانات وعندهم طقوس مشقلبه حتى النهار اللي تلاقات فيه ايام في المصنع. وهنا غتطبق مقوله الطيور على اشكالها تقع. ايام كان عنده فكر مجنون وغموض وميرا عجبها هذا الاسلوب، بقات علاقتهم طبيعيه شهرين ومن بعد كاع العقد النفسيه ديالهم خرجات باسم الحب. الشراب، قتل الحيوانات وافلام الرعب، وهذا التناقض صنع اخطر جوج مجرمين عرفاتهم بريطانيا. ايان كان كيشوف باللي قتل الانسان وتصيفطو الحياه الثانيه بحال اي دار معاه مزيان، وهذا الفكر المجنون هو مشترك بين كاع السفاحين، حيت ما كيشوفوش الجريمه كجريمه بل كيشوفوها خدمه كيقدموها للضحيه. ايان كان كيشوف القدوه هو ماركيز دي ساد اللي اتخذات من سميتو كلمه الساديه، وبما ان ميرا كانت مهووسه بايام فاي حاجه كان كيقولها لها كانت كتوافق عليها دغيا. من اشهر الجمل التي قالتها ميرا عليها: فخلال اشهر رجعني ملحدا، ومن بعد رجعني معتقدات، ومن بعد ملحده قنعني باللي الارض مسطحه وباللي الفضائيين جايين عندنا. كانت عنده قدره واعره على الاقناع. من عام 1961 حتى العام 1963 كانوا كيكريو اشخاص غير باش يعذبوهم ومن بعد يطلقوهم رانات مريضه بزاف. وفي عام 1963 قرروا يديروا اول جريمه قتل، كتبوا الخطه على ورقه وبقاو كيدرسوها جوج سيمانات، خطه كيفاش تقتل بلا ما تخلي دليل، وعلى اساس هذه الخطط غيوصلوا ل 100 ضحيه في المجموع. الفكره كانت ان ميرا تخرج بطوموبيلتها في ضواحي مونشيستر وأين يسبقها بالموطور، غير يبان ليه الضحيه مناسبه، خاص يكون صغير وما كيعرفوش، كيعطيها اشاره بالضوء اللوراني باش توقف وتركب الضحيه معها. بعد بحث ديال ساعه وربع أين شاف بنت بوحدها سميتها بولين، عطى اشاره لميرا ومن ميرا وقفات وهضرات مع البنت، ولكن الصدمه هي ان ميرا تفاجات باللي هاد البنت هي اخت صاحبتها. توترات وما عرفات ما دير وعرضات عليها توصلها للدار. طول الطريق ميرا خايفه وقالت ما كاينش حل من غير نقتلوها باش ما تبقاش شاهده. خيرات الطريق وقالت البنت باللي ودرات واحد البراسلي وبغات تعاونها تقلب عليه. البنت النيه وافقات ومشاو نيشان لواحد المستنقع بعيد ومعزول سميتو صاد لورد. هاد البلاصه واعره وما كيمشي ليها حد حيت ريحتها خانزه. تما كان ايان كيتسناهم في المستنقع، ومن بعد دقائق ايان ضرب البنت حتى طاحت وعذبها لمده ساعه كامله حتى ماتت ودفنوها تما. ميرا كانت كتبكي وخايفه. ايان غوت عليها وقال لها هرستي اهم قاعده، ولكن غنبدلوا الخطه ونكملوا حتى تدوز هاد العاصفه. وهنا غتوقع المفارقه. ميرا اصرت انهم يكملوا غير باش يرضى عليها ايان. من بعد شهر ونص داروا جريمه ثانيه. ضحيه طفل عنده 12 عام سميتو جون، بنفس الطريقه قتلوه ورماوه في المستنقع، ولكن هاد المره ميرا شاركت في التعذيب والقتل. الكارثه هي انهم كل ليله مور الجريمه ايان كان كيوثق الاحداث ويكتبها، كيكتب كل التفاصيل كل صرخه الم. ميرا كتعاود ليه شنو حسات باش يقيد كل شيء. الروايه ديالهم كانت لايف، كتكتب بالنهار وبالليل كتوثق وتكتب. من بعد وقفوا 6 شهور بسبب الامن، ومن اللي حسوا بالوضع امن رجعوا للخدمه نهار 16 يونيو 1964. داروا جريمه ثالثه. طفل اخر عنده حتى هو 12 عام سميتو كيت، تعذيب قتل الرمي في المستنقع. في هذه الفتره غيبان شخص جديد في حياتهم، واحد سميتو ديفيد رجل اخت ميرا. هاد خونا كان مجرم من الطراز الرفيع، سيد واعر عنده سابق في العصابات، دار سرقه وصوته مسلح وقتل، يعني عنده سيري ناضي اجرامي. اين عجبو ديفيد وميرا ولات كتغير منه. اين شاف ديفيد القطعه اللي ناقصاه باش يكمل حلم الجريمه الكامله، ولكن خبى عليه الجرائم ديال الاطفال حيت ماشي بالضروره يوافق على هذا النوع ديال القضايا. نهار 26 دجنبر 1994 خطفوا الطفل عنده 10 سنين، عذبوه وقتلوه في قلب دارهم وسجلوا الاصوات ديالها في كاسيت، واكتشفوا باللي الخدمه في الدار حسن من 100 مره من المستنقع. كرر الموضوع ديال 3 المرات في الدار، وفي كاع المرات عين كان كيحلم يكون ديفيد هو شريكه في الجريمه الجايه. قبل ما نكملوا ما تنساوش باللي كنهضروا على وحشيه وقساوه وما كتخيلش. ما تخيلوش سرد الاحداث ينسيكم الكارثه الاخلاقيه اللي حرقت قلوب عشرات العائلات. نقولوا غير الله يعوضهم بالجنه. الشاب عنده 17 عام، كان كيبان ضعيف ولكن في الواقع كان صحيح. الميراث درجاته للدار، وفي الدار هجموا عليه بجوج باش يقتلوه، ولكن الشاب قاوم بزاف وصارع على حياته. ميرا ما لقات حل غير تخرج تجري للدار اختها وتطلب من ديفيد يجي يعاون ايان. ديفيد دخل بسرعه وتفاجئ بجريمه القتل قدام عينيه. الشاب مات وايان كينهج حداه. ديفيد سولو شنو هادشي، ايان قال ليه نوض عاوني.
دفنوه الجثه وميرا كتنظف الدار. المفارقه الكبيره هي ان ديفيد المجرم اللي مول في القتل ما تحملش المنظر، تفاجأ من الادوات التعذيب والجثه اللي كانت مشوهه بزاف ومحطوطه في الكوزينه عادي. ديفيد خاف من هذا المرض وقال غنمشي نجيب غير الطونوبيل ونرجع، وغير خرج تقيا بقوه الخلع. ديفيد رجع لدارو وقال لمرتو دابا عيط للبوليس. فعلا البوليس جاو وتشد ايان وميرا. البوليس فتشوا الدار قلبوها مزيان، وهنا خرجت المصائب. لقاو تذكارات من كاع الضحايا، لقاو الدفتر اللي كان كيوثق فيه ايان الروايه ديالو، ولقاو اشرطه الكاسيت اللي مسجله فيها الاصوات ديال الاطفال الصغار مسكان كيبكيو. وملي مشاو للمستنقع لقاو الجثات ديالهم كاملين. ايان ما كانش كيقتل غير مع ميرا، كان مدمن قتل. واخا هكاك ما اعترفوا بوالو في التحقيق، وملي ثبتت التهمه عليهم قال في المحكمه انا اللي كنت كنقتل وميرا ما دارت والو، كنت كتسنى غير في الطوموبيل. شفتي الرومانسيه المريضه فين وصلت؟ وميرا قالت لا انا كنت معاه. بجوج تحكموا بمؤبد حيت عقوبه الاعدام كانت ملغيه ديك الساعه في بريطانيا، واخا الشعب كامل طالب بالاعدام ديالو. ايان دوز الحكم في الحبس الانفرادي وتشخص كبسيكوبات، صار بسيكوبات وقليله في حقه وتحرم من القرايه بصفه نهائيه. اخر تصريح ليه عام 2017 قال فيه الحبس الانفرادي ما كانش عقوبه بالنسبه ليه، العذاب الحقيقي هو الحرمان من القرايه، زعما ما خلاوش يقرا. مات عام 2017. واخا ما كاينش دليل باللي هذه الجمله صحيحه، ولكن دابا راكم عارفين في السوشيال ميديا. والتصريح الحقيقي ديالو انه عاش حياته كامله كيحلم يتلاقى بالطبع، وميرا اعترفات كلشي وماتت في الحبس عام 2002. اللي بغينا نوصلوا ليه في اخر هذا البلان، حنا في بلانات وقصص ما كنركزوش غير على الدم، بل على بعد النفسي. المجتمع بعض المرات هو اللي كيصنع مجرم بالكذوب بالوهم ولا حل المشكل بالمشكل. هذه كانت قصتنا اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. الا كنتي مهتم بهذه القصص ربط دير ديك لايك اشتراك وفعل الجرس. قول لي في التعليقات واش بصح قدر ايان يجمع بين ثقافه العلم والاجرام. غنقرا كاع التعليقات ديالكم. بنات وقصص السلام ونشوفكم في الفيديو الجاي.